السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنجيب عن السؤال المهم جدا: هل العلمانية كفر أم هي مطلب قرآني؟ حقيقة أنا مثل ما حكيت الحلقة الماضية ما كنت فكر بالموضوع، لأنه خلال طبعا تم طرح فكرة العلمانية لما بدأت الثورة السورية، فما أنا ما خطر ببالي فكر بالموضوع ولا أبحث، لأنه كل اللي حكمونا خلال سنوات الثورة إسلاميين ولا غير إسلاميين لا حكموا بالعلمانية ولا حكموا بالإسلام. حقيقة لا كان الحكم إسلامي ولا كان الحكم علماني. لكن أنا وماشي بالطريق من حلب لإدلب شاهدت اللافتة اللي موجودة بالخلفية بالاستوديو مكتوب عليها العلمانية كفر، ونزلت المنشور مثل ما حكيت، وصار في خلاف كبير، عالم تسبني وعالم تكفرني وعالم كذا وعالم مؤيدة. فأنا خطر ببالي إنه بدي أبحث بالقرآن عن حكم العلمانية، وقبل أي بحث بدي أقوم فيه بدي أشوف أول شيء شو هي العلمانية، التعريف المبسط للعلمانية. فدخلت لعند الحاج جوجل وسألته هالسؤال، قلت له شو تعريف العلمانية؟ فأجابني الحاج جوجل وقال: العلمانية هي مبدأ فكري وفلسفي يقوم على فصل الدين ومؤسساته عن الدولة والسياسة، واعتبار الشؤون العامة مثل القوانين والتعليم قائمة على أسس دنيوية وعقلانية وليست دينية، بهدف ضمان الحياد والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. وقال حاج جوجل: إليك أبرز التفاصيل حول جذورها وتطبيقها. يا ريت تسمع مشان ما تاخذ حكم قبل ما تسمع الكلام للنهاية، بعد منا خذ الحكم اللي لازم تاخذه، اللي لا يكون بناء على تفكير عميق منك لتشوف هذا الكلام حق ولا باطل. أصلها وظروف نشأتها. العلمانية شو أصلها وظروف نشأتها؟ السياق التاريخي: ظهرت في أوروبا خلال عصر النهضة كرد فعل على الصراعات والحروب الدينية وهيمنة الكنيسة على القرارات السياسية والعلمية وتقييدها للحريات. الهدف: سعت العلمانية في حينها إلى تحرير الدولة من الكهنوت ونزع القداسة عن الشؤون السياسية والاقتصادية لتدبيرها عبر العقل والتجربة. أشكال تطبيق العلمانية: أولا، الحياد الديني. لا تعني العلمانية بالضرورة محاربة الدين أو الإلحاد، بل تضمن حرية الاعتقاد للجميع وتمنع الدولة من تبني دين رسمي تفرضه على مواطنيها. فصل السلطات: تعني إدارة الشؤون المدنية بواسطة قوانين وضعية يتفق عليها المجتمع مع بقاء المؤسسات الدينية مستقلة لإدارة شؤون العبادات. والمواطنة: أي تساوي بين الأفراد أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية. هذا تعريف العلمانية، التعريف المبسط للعلمانية. بيقدر أي واحد يفوت على جوجل ويشوف التعريف. طيب، لما بحثت بالقرآن، حقيقة أنا ما بحثت بالقرآن، أنا قلت يا رب أنا مالي حافظ القرآن وبدي أقرأ القرآن من أوله لآخره، حتى كمان مهمة شاقة حقيقة. قلت يا رب ألهمني شو في شيء بدل عن العلمانية، هل هي حقيقة كفر أم هي غير هيك مو كفر. فخطر ببالي ثلاث آيات، وحضيف عليهم الرابعة عشان يصيروا 4 آيات. هدول الآيات الأربعة يثبتوا بالدليل القاطع
أن العلمانية هي مطلب قرآني، يعني أن القرآن قبل أن تظهر في أوروبا خلال عصر النهضة، عصر النهضة ظهرت في القرآن العلمانية. كيف؟ طبعا أكيد الغالبية اللي عم يسمعوا هلا عم يقولوا يعني راح فكرهم لأنه أنا بدي استشهد بآيات مثلا لكم دينكم ولي دين مثلا، أو الآية اللي بتقول لا إكراه في الدين. لا، أنا بدي استشهد بالآيات اللي بتحكي عن الأحكام وليس عن العقائد، يعني نحن نسميها عقائد، ليس عن العقائد، يعني ليس عن الإيمان، لا، عن الأحكام بالذات. اسمعوا هالأربع آيات. تقول الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية مالت الآية، احنا بدنا بس المقدمة من الأربع آيات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هو الحكم إن كان متزوج أو غير متزوج، الحكم يعني لا رجم في الإسلام، لكن إحنا مو هذا مبحثنا، يعني إحنا عم نحكي عن موضوع العلمانية. الآية الثانية شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أنا صار عندي هلأ آيتين. الآية الأولى بتقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والآية الثانية بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طبعا القطع هنا ليس البتر، كمان هذا مبحث آخر. طيب هدول الآيتين في مقابلهم آيتين تانيات كمان رح نسمعهم لنشوف شو الفرق بيناتهم. الآية الثانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: واللاتي، اسمع جيدا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. والآية كمالة الآية شو بتقول الآية؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. طبعا الفاحشة هون مو الزنا، هون بتحكي عن الفاحشة بشكل عام، وبشكل خاص عن السحاق، يعني المثلية الجنسية بين النساء، وليس كما قيل لنا أنه عم تحكي عن الزنا. الزنا نزلت آية فيه واضحة وقاطعة وانتهى الموضوع. على كل حال مو هذا مبحثنا نحن موضوع العلمانية. انتبهتوا شو قالت الآية؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الآية الثانية شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا. الآية شو عم تقول هي الآية؟ واللذان يأتيانها، يعني يأتيان الفاحشة أيضا، والأخص هون الكلام عن المثلية الجنسية بين الذكور. عم تقول مو مثل ما قيل لنا يعني انه بنزت من على اسطوح بناية او شيء يعني، ومن على جبل، لا، ما في هذا الكلام، الآيات واضحة يعني. على كل حال كمان مو هذا مبحثنا العلمانية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب شو الفرق بين الأربع آيات؟ الآية الأولانية أو الآيتين الأولانيات عم يقولوا الزانية والزاني فاجلدوا. الآية الثانية عم تقول السارق والسارقة فاقطعوا. الحديث واضح هون، طبعا ما في حرف بالقرآن الكريم موجود عبثا، أكيد يعني احنا متفقين على هذا الكلام. فالآيتين الخطاب عام، أي زاني وأي زانية اجلدوهما، أي زاني وأي زانية، أي سارق وأي سارقة اقطعوا أيديهما. طبعا مثل ما حكينا مو ابتروا أيديهما، اقطعوا أيديهما. لكن الحديث بالعام، أي زاني وأي زانية، يعني إذا الزاني كان من الطائفة السنية أو من الشيعية أو مسيحي أو يهودي
أو إسماعيلي أو علوي، فحكمه لما بيكون الحاكم مسلم، وبغض النظر انه يكون مسلم او لا، لكن حكمه الجلد. تمام، حكمه الجلد، لانه الآية عامة ما خصصت من وين هذا الزاني او الزانية. وكذلك الامر السارق والسارقة. انتبهوا على اللفظ، على الكلام اللي مكتوب، على كلام الله عز وجل. الايتين الثانيات شو عم يقولوا؟ عم يقولوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. يعني الآية ما قالت واللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن، ما قالت هيك الآية، رغم أنه الآية الأولى الزانية والزاني فاجلدوا. ما قالت الآية الأولى الزانية والزاني منكم، ما قالت هيك الآية، قالت الزانية والزاني فاجلدوا. آية السرقة السارق والسارقة فاقطعوا، ما قالت الآية السارق والسارقة منكم، لا، قالت السارق والسارقة فاقطعوا. أما الآيتين الثانيات شو قالوا؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، في تحديد هون إنه من نسائكم. تمام، هلا بنشوف شو الفرق. والآية الثانية قالت واللذان يأتيانها منكم، انتو من رجالكم انتو يعني. تمام، طيب ليش الآيتين الأولانيات اجوا هيك بشكل عام والآيتين الثانيات اجوا بالتخصيص من نسائكم ومنكم؟ ليش؟ لأنه الزنا والسرقة يتعدى الفعل ليؤذي الآخرين. يعني لما بصير في عملية زنا قد يتحصل من الزنا مولود طفل، هذا الطفل حيكون ابن زنا، فتعدى خطر جريمة الزنا إلى الآخرين، تعدى خطر الجريمة إلى الآخرين. لا تكتفي الجريمة أذاها على الزاني والزانية فقط، بل يتعدى للآخرين. كذلك السرقة، السارق والسارقة لما بيسرقوا بيتعدى أذى الجريمة للآخرين، اللي حينأذى هن اللي انسرق منهم. تمام، واضحة الفكرة؟ أما السحاق أو اللواط، يعني المثلية الجنسية اللي أكدتها الآيتين هون، فخطر ما بيتعدى للآخرين. يعني نحكيها بهيك بالعامية كتير، يعني لما امرأة بتقوم بعملية جنسية مع امرأة ما بيتولد منها حيصير في طفل جديد، ولا كذلك الذكر مع الذكر يعني. فلا يتعدى أذى الجريمة للآخرين، الأذى محصور بين المجرمين أنفسهم، إن كان النساء وإن كان الرجال. تمام، فلذلك كان الكلام واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. أيضا بالآية الثانية واللذان يأتيانها منكم، في تحديدهن. طب شو يعني؟ يعني لما بيكون الحاكم مسلم، هلا إذا كانوا كل الشعب مسلمين فحينطبق الحكم على كل الشعب. طيب لما بيكون مو كل الشعب مسلمين، في طوائف وفي أديان، فلذلك اجا الكلام هون اللي هو العلمانية بحذافيرة، انه انت ايها الحاكم المسلم لا يحق لك تطبيق حكم الآيتين الأخريتين على باقي الطوائف. يعني لما بيصير عند الطائفة الأخرى في عملية سحاق مثلية جنسية بين رجال، بين ذكور أو بين إناث، لا يحق لك كمسلم، كحاكم مسلم، أن تطبق أحكام الآيتين هدول على هؤلاء. ليش؟ لأنه الآيتين خصصوا الحكم على مين بيكون؟ على نسائكم أو منكم. أنتم أيها المسلمين لما في نساء يأتين الفاحشة من نسائكم، أنتم بتقيموا عليهم هذا التعزير اللي هو فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أيضا، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
هذا الكلام ما فيك تطبقه أنت على المسيحيين ولا على العلويين إذا معتبرهم غير مسلمين، ولا على الدروز ولا على حدا تاني. أنتوا مستلمين مثلا الطائفة السنية فأنتوا بتطبقوها على حالكم فقط. هذا بنص القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. كذلك المثلية الجنسية بين الذكور: واللذان يأتيانها منكم أنتم، تمام، المسلمين أنتم اللي متبعين القرآن. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني ما بزتهم على جبل، هي أول فكرة، يعني ما بزتهم على البناية، تمام، لأنه إذا تاب وأصلح خلاص انتهى الموضوع. والمثلية هون بتثبت المثلية، يعني إنه ما هي أشد شر من الزنا، يعني أصلا يعني ما هي أشد شر من الزنا. فهيدول الأربع آيات بيأكدوا بما لا يدع مجال للشك أن تطبيق الأحكام القرآنية، تطبيق الأحكام القرآنية ليس على كل الناس، بل على حسب الحكم، على حسب الجريمة. فإن كانت الجريمة يتعدى أذاها للآخرين، فجاءت الآية تقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أيا كان الزاني من أي دين ومن أي طائفة، أو الزانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله. فالحكم على الجميع، حكم الزاني والزانية والسارق والسارقة، الحكم على الجميع، لأن أذى الجريمة يتعدى فاعلها. أما المثلية الجنسية أو ارتكاب الفاحشة للنساء دون الزنا، ما دون الزنا، ففقط نسائكم أنتم هن اللواتي تقمن عليهن التعزير أو الحكم. فقط نسائكم أنتم فقط، ما بتروح لعند تجيب النسوان الثانية، أنت مالك علاقة. عم تقول لك الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وكذلك للذكران: واللذان يأتيانها منكم. بتوقع انه واضحة، وانا اطلت الشرح اصلا، يعني ما بحاجة، فقط يكفي ان نقرأ القرآن لنعرف الحكم فقط. يعني الاربع ايات هذول فقط انه اذا بنقرأهم بنعرف اذا انه احكام الاسلام اللي هي مستمدة من القرآن وحده، احكام الاسلام، ليس لي انا كمسلم حاكم مسلم ان احاكم كل الناس بها. ليس لي أنا كمسلم كحاكم مسلم أن أحاكم كل الناس بها. هذا هذا ما أعطاني إياه هذا الأمر رب العالمين. ما قال لي أنت حاكم كل الناس بأحكام الإسلام. لا، الآيات واضحة، آيات واضحة وضوح الشمس. في جرائم بحاكمها بأحكام القرآن مثل ما نزلت بالقرآن: الجلد بالنسبة للزاني، الجلد، والقطع بالنسبة للسارق والسارقة. هذا أيا كان يكون المجرم من أي ملة. أما الآيتين الثانيين بيدلوا على أنه فقط من نسائكم ومنكم، أما باقي الناس أنتم ما لكم علاقة فيهم، هن حسب دينهم وحسب معتقدهم وحسب أحكامهم هن بيقوموا بهذا الأمر، أنتم ما دخلكم حتى لو كنت حاكم. ولذلك اجت العلمانيين حتى ما تعمل هذا التشويش، بنتفق كلياتنا على حكم معين، تمام. المسلمين بينهم وبين حالهم حتى ما يخرجوا عن حكم الآية التي تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حتى ما يخرجوا عن هي الآية، بيحكموا بينهم وبين نفسهم برضاهم هن. يعني أنا بكون رضيان هذا الحكم كوني أنا مسلم، إذا ما رضيته معناته أنا مالي مسلم، تمام. فبيننا وبين بعض نحن كمسلمين لما المرأة بتأتي بفاحشة بنقيم عليها هذا الحد اللي مذكور بالقرآن،
ولما الذكر بيأتي بفاحشة بنقيم عليه هذا الحد اللي مذكور بالقرآن، اللي مذكور بالقرآن، مو اللي مذكور بالرواية، اللي مذكور بالقرآن. أما النساء الأخريات اللي من طائفة أخرى أو من دين آخر ما لنا شغل فيهم، ما لنا علاقة فيهم، نحن كمسلمين ما لنا علاقة فيهم. هي العلمانية، هي العلمانية ببساطة شديدة، هي العلمانية. بتمنى انه يعني قبل ما نحن نسمع يعني شلون بدي احكيها، نسمع كثير احكام الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. قبل ما نسمع نفتح القرآن ونطلب من رب العالمين يا رب ألهمنا من هذا القرآن الصواب. أكيد القرآن عم يحكي لنا عن هذا الموضوع اللي احنا سمعناه من الشيخ، أكيد القرآن عم يحكي لنا عنه، موجود بالقرآن. فيا رب ألهمنا الصواب من القرآن. فمباشرة رب العالمين إذا كنت صادق بطلبك بيلهمك من القرآن الصواب، وبتشوف بالقرآن الحكم الحقيقي للعلمانية وغير العلمانية. فبيتبين معنا بعد قراءة الآيات الأربعة أن العلمانية هي مطلب قرآني، أن العلمانية جاء بها القرآن قبل أن يأتي بها الأوروبيون. وصلت الفكرة؟ فما هي كفر ولا فيها أي مشكلة. كفر لما ما بتحكم بما أنزل الله. ماذا أنزل الله؟ الله عز وجل أنزل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذا الذي أنزله رب العالمين. تروح أنت بدك تطبق هذا الحكم على نساء من غير نسائكم، واللذان يأتيانها منكم، تروح أنت بدك تطبق هذا الحكم على من قام بهذا الفعل من غيركم أنتم. هذا من لم يحكم بما أنزل الله. هذا الله أنزل هذا الكلام، وأنزل فآذوهما، ما أنزل فرموهما من الطابق الرابع والطابق العشرين ومن على الجبل حتى يموتوا. ما قال هيك رب العالمين، قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أضعف إنسان باللغة العربية بيفهم إنه هذا الكلام، بيفهم شو معنى هذا الكلام. أضعف إنسان يعني يدرس بالصف السادس فقط لازم يفهم هذا الكلام، شو معنى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يعني أكيد بيفهم هذا الكلام، وأكيد بيفهم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ما لنا بحاجة لكتب أخرى حتى تفهمنا هذا الكلام اللي هو واضح أكثر من وضوح الشمس في كبد السماء. فهيك نحن عرفنا أنه هل العلمانية كفر أم لا. حقيقة هي العلمانية ليست كفر، وأنا كنت من الناس يعني كنت ظن أنه العلمانية كفر. اسمع يعني ما كنت أبحث، اسمع أنه العلمانية كفر، أي ممكن تكون كفر، ما يهمني الموضوع يعني، لأنه أصلا الفصائل ما حكمت لا بعلمانية، ما شفتها حكمت بشيء يعني واضح، يعني شوربة مثل ما نقول شوربة يعني كان الحكم إيه. لكن لما يعني حادث خلاني أنا أفكر شو هي العلمانية، ببساطة استنتجتها من كتاب الله عز وجل. إذا ما اقتنعت بهذا الكلام أنت حر، يعني أنت مشكلتك أنت ما تقتنع بهذا الكلام، بس ما بنحق لك إنك تكفر غيرك إذا قال لك العلمانية ما ده كفر، ما من حقك يعني، تمام؟ مو من حقك، ولا رب العالمين طلب منك هذا الشيء. بالعكس رب العالمين حيعاقبك لما بتكفر غيرك على شيء غيرك لا يرى كفر وعنده إثباتات إنه مو كفر، تمام؟ بتمنى تكون وصلت الفكرة، وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله نلتقي بحلقات يعني قادمة بإذن الله تعالى، بنحكي عن عدة أمور عسى إن شاء الله إنه نستفيد من بعض. واللي عنده موضوع إجا وياه على البطاطا والباذنجان، واللي عنده موضوع حابب إنه ينحكى فيه يخبرني بالتعليقات. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.